السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال جاي لي على الصفحة وهو جالي كتير الفترة اللي فاتت، فقلت اعمله فيديو بقى نستفاد بيه جميعا. سؤال: لو انا دلوقتي اخصائية، يعني انا حد متخصص، ينفع اشتغل لابني؟ يعني ينفع انا اللي ادي الجلسات لابني؟ السؤال ده الحقيقة محتاج نقول ينفع لو، يعني ايه؟ هو هتشتغلي لابنك ايه وحالة ابنك ايه؟ لو ابنك حالة خاصة، يعني طفل من اطفال الاحتياجات الخاصه، الحالات التقيله اللي بتحتاج شغل كل يوم، زي حالات التوحد او التاخر العقلي او ADHD، متشخص ADHD، حاله خاصه ايا كان بقى تصنيفه، اي فئه من فئات الاحتياجات الخاصه، وحضرتك قصدك انك هتشتغلي مع ابنك بس، يعني لوحدك، يبقى لا، ما ينفعش لوحدك. ليه؟ لان لا يكفي لشغل حضرتك كأم. تمام؟ طب ما انا فاهمه، ده انا اخصائيه اصلا، ده انا بشتغل للغرب. ما احنا هنجيب بقى حد يشتغل له عادي يبقى اخصائي، وحضرتك بصفتك اخصائيه فاهمه ده هيحسن من شغلك مع الولد، يعني هيخليكي ام واعيه شاطره، من الامهات اللي احنا بنحاول ندربها علشان تبقى شاطره في البيت. فبصفتك ان انت فاهمه الحاله وفاهمه التمارين فهتعمليها صح، فدي حاجه حلوه جدا، برافو عليكي. تمام؟ لكن بس لوحدك يبقى انت بس، انا وانت، انا وهو بقى قاعدين، انا كأمه، انا الشادو في المدرسه، وانا بشتغل معاه الجلسات في البيت، وانا بشتغل معاه الجلسات بتاعت بالليل، وانا اللي بوديه النادي، وانا اللي بجيبه من التمرين، وانا اللي بعمل كذا. ده ما ينفعش، ده ممنوع. ليه؟ ده اثبت بالدليل القاطع وفي تجارب كتير ان ده مش افضل حاجه. طب معنى كده ان انا بقلل من مجهود الامهات اللي بيعملوا كده؟ لا، انا مش بقلل من مجهود الامهات، لكن انا بقول يا ماما الافضل ان احنا ما نضيعش عمر من الطفل لوحدك بطولك معاه، لعده اسباب. سبب فني تقني تربوي يعني، وبيقول ان اداء حضرتك التربوي او التقني هيتاثر بكونك ماما، ويكون الطفل عارفك انت ماما، فهو عارفك، فبالتالي التعزيزات معاكي هتبقى مختلفه، والاداءات معاكي هتبقى مختلفه، وفكره التحايل عليكي ايجابي وسلبي هتبقى مختلفه، فده هيضرنا مش هيفيدنا. ادي حاجه التانية، بصفتك ماما محدش بيشتغل 24 ساعه يا ماما، مفيش اخصائي بيشتغل 24 ساعه، فما ينفعش تكوني انت اخصائيه 24 ساعه، انت محتاجه بريك. تمام؟ فهاتي شادو غيرك، او لو انت الشادو يبقى اخصائي تاني هو اللي شغال جلسات 1 تو 1، ولو في اخصائي شغال 1 تو 1 يبقى يكفيكي انت دورك كأم واعيه ماما وشغاله معاه في البيت. تمام؟ لكن انا ماما وانا الشادو وانا الاخصائي وانا عم عبده السواق وانا كل حاجه، الكلام ده اثبت ان هو عمره قصير، والامهات بتفصل نفسيا بسرعه، وتقييماتها للاطفال بتبقى غير حياديه، وده برضو احد الاسباب التقنيه اللي بيخليني ارفض الاخصائي الام طول الوقت. ليه؟ لان انا ببقى عايزه تقييم حيادي، والام ما بتعرفش تديني تقييم حيادي. ليه؟ بطبيعه الحال انا ام، فيا اما بحسن من التقييمات لاني عارفه ان هو بيعرف يعملها فبديله تقييمات غير حقيقيه، او العكس بقلل من التقييمات بحجه ان انا عايزه البرفكت قوي، فما بديش الطفل التقييم السليم كاخصائي المفروض بيقيم الحاله. تمام؟ ده احد الاسباب التقنيه، ومن الاسباب برضو النفسيه زي ما وضحت ان الام محتاجه تفصل. طيب معنى كده ان انت عايزه اخصائي لكن مش عايزه ام؟ لا، انا قلتش كده. مفيش احسن من الحالات اللي معاها اخصائي شغال 1 تو 1 ودمج مجتمعي عالي، بيروح حضانه، بيروح نادي، بيروح مش عارف ايه، وبيخرج وبيطلع للطبيعه اللي ربنا خلقها، ومعاه ام واعيه في البيت بتشتغل. انا مش بس عايزه الام تشتغل، ده انا بجند كل افراد البيت اللي ينفعوا يشتغلوا. لو ابنك اولادك كبار، اخواته يعني كبار، بقول لها جنديهم لي، اللي يعرف يحكي له قصه يبقى بيحكي له قصه كل يوم، اللي بيعرف يلعبه كوره يلعب معاه كوره كل يوم، لو بابا فاضي ربع ساعه في اليوم يشتغل معاه ربع ساعه كل يوم، ولو انت معاكي كمان ربعين ساعه يعني 15 دقيقه و15 دقيقه اشتغلي معاه كل يوم. فما فيش احسن من الحاله اللي بنعمل عليها كماشه كده، جلسات بره وجوه وبيت ودمج وخروج وكل الحاجات. لكن اشخبط على ده كله واخلي فرد واحد يقوم بيه اللي هي الام مهما كانت شطوره، غلط. طب لو الام مش اخصائيه ولا حاجه وعايزه تشتغل، بجيبها وبخليها تشوف الحاله سواء مع ابنها او مع حالات مشابهه لابنها، بحيث ان هي تتعلم التكنيك، نعلمها التكنيك وبنخليها تشتغل بكواليتي عاليه في الوقت بتاعها في البيت، علشان نحول معظم الوقت يبقى مفيد لاولاد الناس.
ده صح، لكن انا لا اميل للاخصائيه الام، او مش بشجعها ان هي تقوم بكل الادوار، زي ان هي تقوم بالشادو تيتشر وان هي الاخصائي 1 تو 1 وهي الام وهي كل حاجه، الا لو مضطرين جدا جدا بقى، وظروف الطفل الصحيه ظروف خاصه جدا وبيحتاج حد فاهم جدا معاه، فالام مش بتستأمن حد غيرها وهكذا، وساعتها خلاص بقول لها خليكي انت شادو تيتشر وهاتي لي اخصائي 1 تو 1 يشتغل معايا. لكن هي ما ينفعش ابقى انا الاخصائي وانا الام وانا كل الادوار اللي في حياه الطفل. زي ما قلت لكم الاسباب تقنيه فنيه يعني، والاسباب نفسيه ليها علاقه بدوام نشاط الام.